السياسة الدنيئة والمؤامرة الدنيئة اللي عم تقود سياستهم بالشرق الأوسط. فالدول الغربية أو دول الرأسمالية، أخطبوط الرأسمالي تريد احتلال الشرق الأوسط صراحة، والمؤامرة مستمرة، ولكن بمقاومة الشعب وبمقاومة القائد داخل السجن من أجلنا. فالقائد يقول الانتصار للحق، الانتصار، النصرة للشعب يريد الحرية، وأنا واثق من هالشيء لأنه ده أني حق، والحق رح ينتصر. فشعوبنا بالمقاومة رح ننتصر. طبعا بشخصية القائد عبد الله أوجلان حتى ضرب فكرة الرأسمالية، فلسفة الرأسمالية، فهي ضرب لنا كلنا، ضرب لتحريرنا، ضرب للشعب ينال الحرية، مو فقط القائد عبد الله أوجلان. أما بفكر فلسفة القائد عبد الله أوجلان يخافون، يقول يخافون مني، خطر كنت عليهم أنا، ولحد الآن أنا خطر عليهم. فإمتى ما بدهم دولة هيك، إمتى ما بدها رح تتركها على ما تخلص مصالحها رح يقتلوني. قال هيك سياسات الدولة، في سياسات طبقية رأسمالية.